قبل أن نغوص في محتوى هذا الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتكونوا أول من يشاهد كل جديد. السلام عليكم وأهلا بكم في أخبار ريال مدريد لهذا اليوم. تشابي ألونسو حسم ملف ركلات الجزاء داخل الفريق، حيث سيكون مبابي المنفذ الأول وفينيسيوس الخيار الثاني، لينهي بذلك حالة الجدل التي عاشها النادي الموسم الماضي. بداية الريال في الدوري لم تكن مقنعة أمام أوساسونا وسط غياب الإبداع في وسط الميدان بعد رحيل مودريتش وكروس، فيما يرى جمهور برشلونة أن انتصارات الريال ما زالت مرتبطة بركلات الجزاء المثيرة للجدل. على صعيد العقود، فينيسيوس أوقف مفاوضات التجديد بسبب الخلاف حول راتبه، حيث يطالب ب20 مليون يورو ثابتة و10 ملايين كحوافز، بينما النادي يرفض. وفي حال استمرار الخلاف قد يضطر الريال للتفكير في بيعه مستقبلا. أما رودريغو فأكد رغبته في البقاء رغم اهتمام مانشستر سيتي به وفق الصحفي فابريزيو رومانو. من جهة أخرى، الحارس كورتوا بات قريبا من تمديد عقده ل2 إضافيين مع النادي. أما بخصوص المباراة المقبلة ضد ريال أوفييدو، فمن المتوقع أن يجري ألونسو 3 تغييرات: إشراك كارفاخال وماستينتونو في الجهة اليمنى، إضافة إلى سيبايوس، بهدف تحسين الأداء الهجومي وحصد النقاط مبكرا. شاركونا رأيكم في هذه الأخبار، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.